لسانكم معطر بذكر الله وبالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنعمل الجليسرين النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا جدا. كمان هنضيف له حبة إضافات كده بسيطة لكن جبارة في التنعيم والترطيب والتغذية. هيبقى حلو معانا جدا للبشرة وكمان للإيدين والكوعين والقدمين ولأي حاجة تتخيليها. على بركة الله، بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. توكلنا على الله. معايا كده أول حاجة لتر من المية هحطه في حلة كده ونقول بسم الله، وهحطه على البوتاجاز. هقيد عليها، ومجرد ما تبدأ تغلي بالشكل اللي انت شايفاه ده فورا همسك الساعة وأحسب 15 دقيقة. 15 دقيقة من بدء غليان المية. أول ما تبدأ تغلي احسبي ربع ساعة أو 15 دقيقة. في الوقت ده هجهز معايا هنا كوباية من السكر، اللي هي المج الكبير ده. معايا هنا مج من السكر، يفضل يكون أبيض وناعم عشان تاخدي برضو لون كويس للجليسرين. نستغفر ربنا كتير جدا جدا يا جماعة، ونصلي على حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام طول الوقت عشان ربنا يبارك لك في الحاجة وتطلع نتيجتها ترضيكي. دلوقتي بعد ما عدى 15 دقيقة على غليان المية طبعا وهي متغطية، هنقول بسم الله ونبدأ ننزل بمج السكر بتاعنا. وهنا انا اللي هدوبه بايدي علشان اسرع عمليه الذوبان عشان نبدا نعد التوقيت التاني. يا ريت كل مرحله هتسيبي فيها حاجه تغلي تغطيها عشان الميه ما تتبخرش بسرعه معاكي. دوبت كده السكر كويس قوي قوي زي ما انتم شايفين، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده خلاص السكر داب، واتاكدت تماما انه داب واختفى خالص زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنضيف كمان ربع معلقه صغيره من ملح الليمون. انا بحاول بس ادوب اي حاجه عشان يبقى الموضوع معايا ماشي بنظام والتكنيك بتاعي تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نضيف معلقه صغيره من ملح الليمون. بتجيبيه من عند العطار اللي احنا بنعمل منه الشربات، وهو كمادة حافظه حلو جدا يعني ان شاء الله. ضفت كده بقى ايه ملح الليمون، وهرجع ادوب تاني علشان اتاكد انه داب واختفى خالص. ملح الليمون هنا هيختزل اللون، لو في لون اصفر بسيط كده من السكر هو هيبيضها لي. هسيبه بقى دلوقتي يغلي 10 دقايق، والعشر دقايق دول هحسبهم من اول ما يبدأ عملية الغليان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نحسب بقى على الساعة كده 10 دقايق. وعلى ما يغلوا نجهز مجموعة الزيوت اللي عندي. معايا هنا زيت زيتون، زيت ورد، زيت لوز، وكمان زيت جوز هند. اي نوع زيوت عندك حلوة ضيفي منها. بصوا زيت جوز الهند عندي هنا متجمد ما شاء الله. بصوا كان حبة واقعين كده اتجمدوا ازاي، عشان ده زيت جوز هند بيور جايباه من عند عطار امين. غير كده هتلاقي زيت الجوز الهند بتاعك لو سايل يبقى هو مش اصلي. تمام، لازم يكون في الشتاء بيجمد ويبقى زي ما انت شايفه كده. لو مش عندك زيت الزيتون ممكن تضيفي زيت خروع. انا طبعا ما عنديش زيت الزيتون زيت خروع، فاللي متوفر عندي الحمد لله زيت الزيتون فضفت منه. برضو هايل جدا جدا للبشره. البطل بتاع الحلقه ايه؟ العسل النحل. هناخد منه معلقتين كبار. طبعا انتوا مش عارفين قد ايه بقى فوائد عسل النحل، جامد جدا للبشره. بعد ما عدى 10 دقايق بالظبط على غليان السكر وملح الليمون مع الميه، هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل بمعلقتين من زيت الزيتون، وزي ما قلنا البديل بتاعه زيت الخروع. ضفت كده معلقتين زيت زيتون، ودلوقتي كمان هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نضيف معلقتين من عسل النحل. شوفوا بقى كمية الفوائد اللي موجودة في الجليسرين اللي احنا عاملينه النهاردة. تغذية وترطيب وتنعيم وتجديد للبشرة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني. دلوقتي كده ضفت معلقتين كمان كبار من العسل النحل. وبعد ما ضفت زيت الزيتون وعسل النحل هقلبه كده تقليبه لحد برضو ما هيدوب. وبعد الذوبان هنسيبه يغلي 5 دقايق. التوقيت هنا مهم جدا يا جماعة. يبقى أول حاجة سيبنا المية أول ما بدأت تغلي حسبنا 15 دقيقة، وبعدين ضفنا السكر وملح الليمون ودوبناهم. بمجرد ما بدأوا يغلوا حسبنا 10 دقايق. ضفت عسل النحل وزيت الزيتون، وأول ما بدأوا يغلوا هحسب 5 دقايق. بمجرد ما يعدوا ال5 دقايق ويخلصوا هطفي البوتاجاز فورا. وفي نفس الوقت ده هبدأ أضيف معلقة كبيرة من الزيوت اللي موجودة عندك، زيت الورد، زيت جوز هند، زيت اللوز، أي نوع زيوت انت بتفضليه وبتستخدميه للبشرة. وهسيبه بقى لحد ما يبرد تماما. في الوقت ده انا بجهز عندي الازايز بتاعتي. دي ازازه غسول الفم اللي احنا بنغسل بيه اسناننا قبل ما ننام ده، او بعد الاكل يعني. غسلتها وسبتها نشفت تماما، لازم تكون ناشفه خالص. بعد كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط القمع في الازازه، والجليسرين بتاعي برد يعني. ده في حاجه بسيطه قوي.
هبدا اقول بسم الله كده وهعبيه في الازاز اللي موجوده عندك. ما عندكيش ازازه ممكن اي برطمانات تكون برضو نظيفه وناشفه ومعقمه، ونسمي الله كده ونبدا نعبيها ونسمي الله في اي حاجه بنعملها عشان ربنا يملاها لنا بركه. كده انا عبيت اول ازازه. تعالوا كده نعمل اختبار كده سريع واحنا لسه يا دوب ما عداش بتاع ساعتين 3 على الجليسرين. جبت ايد حور كده، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بمجرد ما دهنت وبدعك البشره او الجلد شربها فورا. عايزه اقول لكم ان احنا استخدمناه بالليل، تاني يوم الجلد ناعم جدا جدا ما شاء الله. استخدميه بقى لتشققات القدمين، الناس اللي بتشتغل كتير وطول الوقت في الميه. ادهني ايدك قبل ما تنامي بعد ما تتوضي وتصلي ركعتين لله كده، ادهني ايدك منه، ادهني رجليكي، ادهني وشك، ادهني الكوع، الدراع، الرجل نفسها. حلو قوي قوي قوي، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عملت كميه كبيره. بصوا انا عايزه اقول لكم انا عبيت 3 ازايز بكوبايه سكر ولتر ميه. الازازه قد كده بتبقى في الصيدليه صغيره جدا جدا، بتتباع ب 18 وب 20 جنيه. احنا عملنا الازازه دي باربع ازايز من اللي احنا بنجيبهم من الصيدليه. دي بقى كانت ازازه ميه ورد عندي في التلاجة، وكان فيها شويه صغيرين، كملت بقيه الجليسرين فيها ورجيتهم، ادتني اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وعايزه اقول لكم كمان ان ريحته حلوه قوي، مدياله ريحه حلوه. ده غير انه فوائده عظيمه جدا للبشره. وفايض لسه كمان حبه في الحله، هحطهم مع ميه الورد دول كمان وهدربهم وهحط في ازازه ثالثه. يبقى كده انا عندي 3 ازايز ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. عملنا وصفه سهله وسريعه مغذيه جدا جدا للبشره وبترطبها جامد جدا. اتمنى لو الفيديو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش اللايك والاشتراك او سبسكرايب وتفعيل علامه الجرس عشان كل جديد يوصلكم بامر الله تعالى. عملت معاكم وصفات كتيره جدا جدا للصابون وللتجميل، وصابونه الكولاجين الرهيبه قوي قوي، جربوها وان شاء الله تعجبكم هي كمان. وكمان عملت معاكم ميه الورد في فيديوهات قديمه سابقه، ارجعوا لها. ولو عجبتكم ما تنسوناش بدعوه حلوه بظهر الغيب ولكم بالمثل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اسيبكم في رعايه الله وامنه. سبحانك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.